صباح الخير، صباح الهنا والسعادة والسرور عليكم حبايب قلبي. طمنوني عنكم. يوم جديد وبداية جديدة ويوم مدرسي جديد وروتين جديد. هلا طبعا انا هون ما عرفت كيف حطيت عبايتي علي وحطيت الحجاب السريع، وزبطت له طبعا اللانش بوكس لحبيب قلبي رعد. حطيت له فيها الساندويش، مع انه انا متاكده انهم رح يرجعوا كما هم، ما بياكلهم بالمدرسه، لكن انا حطيتهم احتياط منشان بلكي اشتهى. وهاي الزمزميه وهاي الشنتي، ومثل العادي عم نتفقد اذا في معه، اذا لساته قلمه معه، اذا اغراضه برايته محايته. على فكره تعالوا شوفوا، هذا جاب له اياه ابوه امبارح، هو يعني شافه وحبه. قلت له ماما هذا للبنات هذا محايي يعني، او ممحايي، بس بشكل يعني قلم الرج او قلم الحمراء فأنا بدي إياه، عطانا إياه، والبراي والأقلام والألوان وكل شيء. يعني دائما ست البيت أو الأم بشكل عام لازم تتفقد حقيبة ابنها قبل ما يروح على المدرسة. طبعا بعد ما تكون هي حطت له على البرنامج، لأنه طبعا كل يوم في دروس معينة ليوم معين، برنامج يعني خاص للدراسة. والزمزمية هلا بدها وقعت مني الزمزمية، والحمد لله اللي هي بلاستيك ما انكسرت. صارت كبت شوية مي، الظهر انه الغطا تاعيتها او التسكيرة تاعيتها ما كانت مسكرة على سوا، فالحمد لله اللي وقعت، لحتى انا عرفت انه مش متسكري الزمزمية على سوا، فسكرتها وزبطت له الشنتي وجهزت له اياها على سوا. ومثل العادي طبعا شرب كاسة النسكافيه او الحليب والكاكاو، ورجعنا مثل العادي ايدنا بكل شغلة صارت معنا، ما بنقول بعد شوي، ولا في داعي للتأجيل، فورا معك خلي ايدك بالبيت. هلا مسحنا المي اللي طبعا نزل، وهلا الغالي يتيسر على المدرسة. الله ييسر أمرك ويحفظك ويحفظ جميع طلاب العباد يا رب العالمين يا الله، ويجعله يوم فتح عليهم وعليك يا ابني يا رب العالمين. استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه، بأمان الله. هلأ بقى بدي أشوف أنا حياتي بدي أخذ طبعا أنا كمان بدي أعمل كاسة شاي أشربها. شوف الجو هذا هون شو حلو، بيجنن، جو صيفي على خريفي. هلأ على فكرة إحنا صار في عنا برد يا جماعة. لسه الأولاد عم تيجي طبعا هلأ الساعة 7 تقريبا، يعني إحنا بيجي السيرفيس بياخدوا على 7 الصبح، قبل طبعا ما تيجي الطلاب. جو جميل، لسه ما في حدا على المدرسة، بس نحن اللي سارين سروي هلأ أنا بقى دخلت المطبخ وسمينا بسم الله. هلأ أنا بدي أعمل كاسة شاي، تفضلوا معي هدول انا سويت لكم فيهم فيديو المقات، جبت مقات 2 وجبت شوية اغراض، ان شاء الله رح نزلكم الفيديو مشتريات باذن الله تعالى. اليوم اجى على بالي اشرب شاي، مع انه انا بحب المتي والنسكافيه على الصبح لحتى صحصح، لكن اليوم ما إلي نفس بصراحة افطار، فحبيت اني اكل يعني كعك مع كاسة الشاي. يعني انه الانسان مثلا بنوع يعني وهيك. وكمان بعتذر سامحوني على صوتي، لساتني مزكمة ولساته دور البرد عامل عمايله معي. يلا تفضلوا معي لحتى نشرب الشاي، لحتى اجهز بس صحن الكعك. يعني مثلا لازم تكون ست البيت تدلل حالها، مو انه والله انا خلص مثلا بمسك كعكه وبشرب كاس الشاي وانا ماشي عم بشتغل. لا لا لا، لازم تاخد قسط، لازم تاخد قسط من يعني الراحة. لازم تكون قاعدة عم تشرب شايتها مرتاحة. طبعا أنا هون كنت على فكرة أنا كتير مزكمة، فأتمنى أنكم تسامحوني يلا تفضلوا معنا لحتى روح رد على كومنتاتكم وأنا عم بفطر وبشرب الشاي وباكل الكعك. هون أنا بقى بدأت
بالفطور الملائكي الفطور العالمي. هلا وانا عم بفطر يعني بتفقد التليفون، بتفقد مثلا الكومنتات اللي عم تجيني، مع انه انا كتير عم لاقي في كومنتات كتير، الكومنتات واللايكات قليلة والمشاهدات قليلة، لكن بنرجع بنقول معلش لاني انا بحبكم رح استمر معكم. لانه انا اصلا يعني هلا بدي اخلص وبدي طبعا ارجع فوت على المطبخ لحتى اشوف شو بدي اعمل غدا، شو بدي غسل مواعين وهكذا. يلا بفطر وبرجع لكم. هلا وقت الصلاة، صلاة الضحى ما تخلوها تفوتكم ابدا. صلاة الضحى كمان برجع بكرر بكل فيديو انه صدقة عن 360 مفصل. اتمنى منك يا ست البيت لما بتلبسي ثوب الصلاة يعني تحطي شوية عطر خفيف او ملطف جو على يعني معطر، او يعني اي نوع من نوع البرفان الخفيف لحتى تستقبلي الصلاة وتوقفي بين ايدين الله وانت ريحتك طيبة، حتى كمان لحتى الملائكة ترفع دعاكي وترفع كلامك وترفع مناجاتك الى الله. الله طيب يحب الطيبون، والله جميل يحب الجمال. هلا بقى اجى دور الغسيل، والغسيل كل يوم يا جماعة، كل يوم كل يوم في عنا وجبة غسيل. طبعا عم بحط وجبة الملون. يعني هذا بقى الروتين اليومي اليومي اليومي. ومثل العادي أنا بحط حوالي كاسة مي أول شي فوق بالدرج تاع الغسالة حسب ما قال لي صاحب المحل، علشان يصير في تسليك للبواري. لأنه المسحوق بصراحة اللي عم يجي أنا ما بعتقد إنه مسحوق أصلي، يعني سواء مثلا أي نوع من نوع المساحيق تاعية الغسالات عم بضل فيها زي التكتلات، فما عم بتدوب كلها. فهي كاسة المي قبل وجبة الغسيل بالفعل بتساعد وبتيسر وبتسلك كتير. بوري المي أو بوري يعني بوري الغسالة. حطيت مسحوق الغسيل والمعطر الداوني مثل العادي بعيارين طبعا، غسيل وعيار دوني. شغلنا الغسالة اوكي كله تمام. ودائما بكرر كل غرض بيرجع محله. هلا لما مثلا الانسان بشيل غرض وبيرجع وبيتركه على رخام وهكذا وهكذا بصير في عنده تراكم، بصير في عنده شغل. لكن لما بتكون ست البيت هي لحالها اللي عم تشتغل اي غرض هي بتمسكه بترجع وبتحطه محلها، او اي شغله لو وثتها بترجع بتمسحها فورا، ما بتاجلها، ما بيكون في عندها شغل ابدا، وبتكون في لمسات اخر النهار خفيفه. هلا دخلنا على الصالون. طبعا انا صايره بالصيفيه اكثر قعدتي بالصالون، يعني اكثر جلوسنا بالصالون. ليش؟ لانه افضى، وطبعا لانه ما في هداك الكركبي، وما في هداك الوسخ العفو منكم او التلويث، فما في شيء يعني. بس مثلا من شان انه مثلا بسكوتي مثلا قشره بزري ممكن تكون الغبره بس. أما لما بدنا نعمل التنظيف العميق، التنظيف العميق طبعا كله السجادة رح رح قيمة، الكنبيات رح أشيلهم وكنس ومسح مكانهم وارجع رجعهم محلهم، وهكذا. إن شاء الله بكرة بنعمل الفيديوهات هذه كلها معكم. فتنا على الديوانية، ومثل العادي كمان لازم نكنس تحت الفرش. يعني أنا عم بحاول صور لكم مشهد فقط، يعني ما بدي طول أنا عليكم، لأنه عم يجيني إنه حتى الروتين طويل. الروتين طب ما هو اسمه روتين يومي معك من الصبح مثلا لحتى مثلا الساعة 5 المساء. طب ما إجباري مثلا بده يكون طويل، حتى لو دقيقة من كل مثلا مشهد، أو دقيقة من كل مثلا يعني شغلي بالبيت، اسمه روتين. طبعا هون لسه بقيم الفرش وبكنس محلهم وبرجع بحطهم.
طبعا أكيد يعني وبمسح الغبرة، بس أنا تخفيفا عليكم ومشان ما يطول الفيديو أكتر اختصرت بأنه أنا خلصت من الصالون وجيت على الديوانية، وطبعا هلأ بيبدأ مسح الغرفة أو مسح الأرض يعني كلها طبعا مع مسح الغبرة. ومثل العادي خلصنا الكنس والترتيب وتحت الفرشة وتحت السجادة ومش عارفة شو وهلأ إجا وقت مسح البيت أو مسح السيراميك. مثل ما بتعرفوا أنا ما بحط غير هداك المعقم والمطهر، ومرات بحط شوية معطر بصراحة داوني كمان بتطلع ريحة كتير طيبة، وبدل الخل بحط كلور لأنه على السيراميك ما بيأثر الكلور، بالعكس بيعطيه لمعة وزهاوي ونظافة وإشراقة أكتر. كنت بدي أحط بالغطا لكن قلت ما في مشكلة، أنا صرت أعرف المقاس، أنا صرت أعرف يعني العيار، فحطيت من المعقم والمطهر والكلور وشوية هدولا كانوا سائل غسيل مواعين من شان النظافة أكتر. وطبعا احنا مثل ما بنعرف مثل كل ستات البيوت يعني صبح ومساء عنا مسح، فما في هذاك الوسخ ما في هذاك الغبرة، لأنه دائما يعني ست البيت إيدها ببيتها، لكن من الغباير الشباك مثلا مفتوح، مثلا باب البراندات مفتوحة وهكذا. وحتى هذا أنا هلأ بدي أرجع سرع لكم الفيديو فيه، مع أنه أنا مش ملاقيته أصلا يعني طويل، لكن بدي حاول إني سرع لكم إياه علشان ما تملوا مني. هون طبعا أنا بعد ما مسحت رجعت فوحت الفوطة أو شطفت الفوطة من الكلور ومن المعطر ومن الصابون ومن كل شيء، وهلأ أنا عم بمسح بمي فقط، بالمي فقط، مشان ما يضل في اثر الكلور. يعني مثلا لانه بتعرفوا مثلا احنا عم ندعس مرات يعني حافيين مثلا، او بصراحه يعني رعد ممكن يدعس حافي مثلا ومش لابس الشبشب وهيك، فما مشان ما يصير في ضرر من الكلور على رجله. يعني البيت بصراحة إذا بدك تضلك واقفة طول النهار فيه ما حيخلص، لكن إحنا بنقول خير الأمور أوسطها، يعني الصبح ومساء بكفي. هلأ بقى خلصنا من البيت وصارت الشقة بتشهي والريحة ما في أذكى منها. هلأ في عندي شوية هالمواعين خليني غسلهن أنا وياكم. ومثل ما بنعرف علبة اللبن صديقة حنان، وهذا هو ذاته اللي أنا بستعمله. عم لكم معطر ومطهر، يعني هو مكتوب عليه معقم ومعطر. علبة اللبن هاي أنا صديقتي. كل ما انكسرت وحدة بحط الثاني. كاسات الكابتشينو اللي كاسة الكابتشينو، كاسة الشاي، كاسة الكابتشينو، هدول طبعا أنا المجات فورا بشيلها، فورا بغسلها وبشيلها. مشكلتي أنا بصراحة برعد إنه ما بيحب يشرب الكابتشينو أو الحليب، الحليب أصلا هو كله ما بطيقه، فما بيشربون إلا بالشلموني، فجبت له هاي مخصوص يعني للكاسات، هاي ما بتنكسر الشلموني. ومثل العادة غسيل المواعين متعة لا تنتهي، لكن شو متعة؟ طبعا الغدا اليوم ملوخية. اليوم هذا الروتين أنا عندي عاملة أكل يعني أنا حاطة ببالي إنه أنا بدي أعمل ملوخية، فجهزت كل شيء وعم غسل المواعين اللي طلعوا معي والطبخة على النار. مثل ما بنعرف دائما إنه لازم ست البيت تكون طبختها على النار،
وتخلص غسيل المواعين، تنظف بيتها لحتى تخلص الطبخة وتخلص الترتيب والتشطيب وتشطب المطبخ معها وهي الطبخة على النار. يعني تخلص الطبخة وتخلص شغلها مرة واحدة فورا، تطلع من المطبخ وهي طبختها جاهزة، وتشطيب المطبخ بشهي ما في ولا أي غرض، تشطيب البيت، التنظيف وكل شيء عندها. يعني ساعة ونص مع الأكل مع الطبخ مع غسيل المواعين مع كل شيء، لحتى خلص تعرف أنه هذا الساعة ونص أو ساعتين يوميا أنا بطلع من البيت كله مع طبخ مع كل شيء. شايفين لما الإنسان بيحط خل مع سائل الجلي كيف بيصير كيف بصير الجلي، أو كيف بتصير المواعين؟ بتبرق وبنفس الوقت ما فيها ريحة، وبنفس الوقت تعطي لمعة يعني سواء القزاز أو البلاستيك أو أي أطباق. حاولوا تحطوا خل مع سائل الجلي. هلأ خلصنا غسيل المواعين، ومثل العادة مثل ما بتعرفوني نص ليمونة حامضة قديمة خلصت أنا عصرتها وما عاد بدي إياها، عصرتها على الملوخيات. عم حاول حف الحوض فيها، أو إني أفرك الغاز، عفوا أفرك فيها الحوض بس السيراميك طبعا الحامض ما منقربه أبدا على الرخام، ما بصير يعني فورا بيقدح وبيهتري. لكن البرسلان لازم له حامض، لازم له خل. بنخليهم 5 دقايق 10 دقايق عم قلكن، وبنرجع بنيجي بنشطفهم بشوية مي وبنمسحهم، وهيك بيرجع الحوض يلمع وبشهي. طبعا أنا هاي الحركة بعملها بالليل، لكن أنا هلأ سويتها لأنه في ريحة زنخة من الدجاج، ومن بتعرفوا بقى يعني غسلت الدجاج مثلا، غسلت الجوانح تاعت الملوخية، ويعني وضل في طبعا ريحة زنخة وهيك. فسويت هاي الحركة بالحامض لحتى الغي ريحة الزنخة. وهلا كيف صار الغاز، كيف انا شو مالي ومال الغاز كيف صار الحوض. شايفين هاي اللمعة بتجي من الحامض او من الخل، بس الحامض انا هيك بدي ارميها، يعني هيك انا ما بدي اياها، عصرتها على الملوخيات وما بدي اياها. هلا بقى اجا دور البلكونات طبعا اكيد غبرة دائما. الجو عنا بعد العصر عم بيصير غبرة وريح مو طبيعي، فأكيد طبعا ملوثين كتير. طبعا احنا كل يوم عنا اشطافي او بصراحة بنكت مي وبنشطف البرندات او البلكونات، لانه احنا بنطلع بنقعد عليهم. يعني مثلا بدنا نقعد على شيء نظيف. هاي اشطافت او غسيل امبارح الظهر. شوفوا هلأ شو بده يطلع، كمية أتربة وكمية يعني غبرة مش طبيعية. شايفين الغبرة كيف عم تطلع. طبعا أنا مع هاي المي حطيت شوية سائل جلي، نقطتين 3 بس. يعني غبرة مو طبيعي، بس أصلا هي اسمها بلكونة فلازم يكون عليها الغبرة من الجو. شايفين شوفوا. طبعا أنا خلصت هذا الزوم ورجعت عبيت مرة تاني، طشت مرة تاني. شايفين هذا بس لأنه أنا اليوم من الصبح ما شطفت امبارح الظهر، شطفناها وطلعنا شربنا قهوة أنا وأبو رعد بعد العصر. طبعا أكيد بعد القيلولة طلعت شطفتها وشربنا قهوة. وهلأ شوفوا شو طلع منا غبرة، شي مو طبيعي. طبعا أنا عم بمسح بإيد وحدة وماسكة الجوال بإيد وحدة، لأنه ما فيني ثبته برا، ما في له مكان لحتى ثبت الجوال برا. خلصت ورجعت عبيت الطشت مرة تاني وشطفتها مرة تانية لحتى يعني يكون الزوم نظيف. يعني كل برندة بدها 2 طشت، واحد فيه صابون وبتطلع الغبرة أول مرة، وبعدين الوش الثاني بيطلع بجنن. هلأ خلصنا وشطفنا بالوش الثاني، شوفهم أحلى. هون بقى البلكونة تاعية المطبخ.
بلكونة المطبخ أنا هاي 24 ساعة عليها. ليش؟ لأنه قريبة على المطبخ، المنشر فيها، بسكليت رورو ليك وينه، فهاي كل يوم بتنشطف صبح ومساء، مش مرة واحدة. رجعنا والطبخة جاهزة، خلصنا. طبعا أنا فصلت، طبعا أكيد أنا معكم، فصلت معكم لحتى كملت الطبخة. وأنا هاي الطبخة وصورت لكم إياها بفيديو خاص على القناة. بعد الطبخ في مسحة خفيفة كتير على الغاز، مع أنه الغاز نظيف وأنا ما لوثته، لكن كمان رح أمسحه مسحة بسيطة بس بمنظف الأسطح. وهي ما في شيء أبدا أبدا. شوفوا ما أحلاها، ما في شيء أبدا. هاي الشقفة ضلت هون لأنه بدي انقعها بالخل، لأنه بدي انقعها بالمي والخل، فخليتها ضمن الحوض. والغسيل والتقليات واللي عملنا فيه الدجاج واللي عملنا فيه الطشي كله صار نظيف. هلأ بقى آخر النهار بحط كل غرض بمكانه المناسب بغلقات المطبخ، وهيك بيكون البيت ما في أي شيء. طبعا بهاي الفترة كان إجا أبو رعد، وكان إجا طبعا يعني رعد وحله من الدوام وهيك، فطبعا قعدنا بالصالون شوي، شربنا كاسة متي، فيعني طبعا أكيد ولد وتكيات وزوج وهيك، فرجعوا بقى خربطوا لي الدنيا. بس إنه مثلا ما في شي، يعني الحمد لله كله نظيف، لكن ترتيب خفيف. هلا خلصنا من البيت وخلصنا من الطبخ ومن الشطف ومن غسيل المواعين وبرا وجوا، وما في عندي اي شيء. هلا اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من حسن الدعاء والشير واللايك والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.